بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم متابعينا الكرام في قناتكم المخصصة لمتابعة كل جديد حول أحوال الطقس في المغرب. قبل أن نبدأ تفاصيل نشرتنا، نذكركم أحبتي بضرورة دعم القناة عبر الاشتراك وتفعيل زر الجرس ومشاركة هذا الفيديو مع أصدقائكم وأحبابكم، فبهذا الدعم تصل إليكم النشرات اليومية والتحذيرات الجوية في وقتها، ونكون جميعا على استعداد لأي تغير مفاجئ قد يطرأ على الأجواء. الطقس اليوم: تشهد أجواء المملكة حالة من التقلب بين الصفاء والغيم. السواحل الأطلسية تعرف سحبا منخفضة في الصباح قد تترافق مع ضباب خفيف سرعان ما تنقشع لتترك فترات مشمسة ممتدة إلى الظهيرة، ثم تعود بعض السحب تدريجيا في المساء. في المناطق الداخلية والسهول الأجواء مستقرة وسماء صافية إلى قليلة السحب، فيما المرتفعات تسجل مرور سحب أكثر كثافة قد تعطي قطرات محلية محدودة. أما الرياح فهي معتدلة عموما، لكنها قد تنشط أحيانا خصوصا في السواحل الجنوبية والمناطق الصحراوية. طقس الغد: غدا تبقى الأجواء على نفس الوتيرة، حيث تمر سحبة متفرقة تغطي السماء من حين لآخر، وتكون أكثر وضوحا فوق المرتفعات مع احتمال بعض الزخات الخفيفة. الحرارة ستظل معتدلة في النهار ومنخفضة نسبيا بالليل، خاصة في القرى الجبلية والهضاب. الرياح معتدلة إلى قوية نسبيا في الجنوب والسواحل، وقد ترافقها زوابع محلية مثيرة للغبار في المناطق المكشوفة. الأيام المقبلة: خلال الأيام القادمة يتوقع استمرار الطقس المتقلب بين فترات مشمسة وصفاء سماوي، وأخرى يغلب عليها الغيم. السواحل الأطلسية تبقى مرشحة لظهور سحب منخفضة وضباب صباحي، فيما المرتفعات تحتفظ بفرص محدودة لتساقطات ضعيفة. أما الأقاليم الجنوبية فالطقس سيبقى جافا ومستقرا مع نشاط متواصل للرياح. وفي ختام نشرتنا نذكركم مجددا بدعم القناة عبر الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى تصلكم النشرات اليومية والتحذيرات الجوية فور صدورها. بدعمكم وتشجيعكم نستمر في تقديم الأفضل دائما.